بەڵێ کاک سامان ئەگەر بکرێت كيف وقع الحادث؟ هل تقدر أن تعطينا التفاصيل؟ بشكل مختصر، في الساعة 12:30 في مركز الروضة يوجد لدينا نقطة للتفتيش في المربع الرئاسي. لذلك عندما يجيء أي ضيف يريد الدخول إلى المكان لا يمكنه الدخول إلا بعد تفتيشه بشكل دقيق. ولذلك عندما يجيء الصحفي إلى هناك قد تأخر في دخوله إلى المكان أي المربع الرئاسي بسبب التفتيشات التي تتبعها نقطة التفتيش. لهذا فإن الصحفي قد انفعل انفعالا شديدا، لذلك حاول الصحفي أن يأخذ أحد الأسلحة التي موجودة في نقطة التفتيش، فلذلك قام الملازم محمد وبهدف إخافة الصحفي لكي يتوقف عن هذا الكلام برفع السلاح على الصحفي. عندها قام الصحفي بالانسحاب من المكان، ولكن عند انسحابه قام مرة أخرى بسب الكرد والضباط والجنود المتواجدين في المكان، فقام الملازم محمد بضرب الصحفي بالطرف الخلفي للسلاح، وأثناء ضربه خرجت طلقة من السلاح من دون قصد، أي دون أن يكون قاصدا أن يطلق عليه النار، لأن الطلقة قد خرجت من الأسفل إلى الأعلى. يعني نقل السريع للرئيس صوت ضل كل شيء ووصله ودرتشوا بەپێی قسەکان و ڕوونکردنەوەکەی جەنابەت بێت حسب التوضيح الذي تطرقت إليه في كلامك، كان الضابط يريد الدفاع عن نفسه؟ کەسە بکات کە کوژراوە، بەڵام وەکو بەرگریکردنێک لە خۆی ئەو ڕووداوە ڕوویاوە وانە؟ نعم، كلامك صحيح، لأن الضابط كان يريد الدفاع عن نفسه وكان في نفس الوقت يريد أن يقوم بتهدئة الصحفي الذي قد كان منفعلا انفعالا شديدا. بعدها وبسبب الخوف والهلع الذي قد حدث هناك قام الضابط بالهرب من مكان الحادث بسبب خوفه من الحادثة التي حصلت، فقمنا بإخراج مفرزة من قبلنا للبحث عنه، وقام الضابط بتسليم نفسه، ونحن بدورنا قد سلمناه إلى قيادة عمليات بغداد. بەڵێ کاک سامان دیارە لای هەندێک کەناڵ یان هەندێک کەناڵی ڕاگەاندن بعض القنوات الإعلامية قد ضخمت هذا الموضوع على أن الضابط كان متعمدا في قتل الصحفي. شتێکی نەخوازراوە، بەڵام وەڵامی جەنابەت چییە بۆ ئەو کەناڵە ڕاگەاندنە کە بەو شێوەیە باسییان کردووە؟ نعم، هذا ما لاحظناه في الإعلام. لو كان مقصودا لكانت الطلقة في صدره أو في سيارته وليس تحت حنجرته، أي الطلقة قد خرجت من الأسفل إلى الأعلى، وهذه أول مرة نحن نواجه فيها مثل هذه المشاكل. نحن هنا منذ سنة 2005 ولم تواجهنا مثل هذه المشاكل، رغم أنه في عديد من المرات وفي عديد من الأحيان قد صدرت كلام أو أمور أو سب عن الكرد والضباط الموجودون هناك. ما هي نتائج التحقيق؟ هذا الضابط له رتبة ملازم أول، لذلك قمنا بتسليمه لقيادة عمليات بغداد. بەڵێ کاک سامان أهل القتيل ماذا كانت ردة فعلهم؟ في الساعة الأولى كانت ردة فعلهم غاضبة، ولكن نحن قمنا بتهدئتهم وقلنا لهم إننا سنسلم الضابط إلى الجهة المختصة المعنية بالأمر.